السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، رجعنا لكم من جديد وبفيديو حلو وإن شاء الله ينال إعجابكم. بس قبل ما تشاهد الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، قربنا نوصل نص مليون متابع، وإن شاء الله أول ما نوصل نص مليون نجهز لكم عمل جميل جدا وحاجة إن شاء الله تنال إعجابكم. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتابعوا حساباتي تحت انستغرام فيسبوك تيك توك. خليكم على المقطع والسلام. نائب الله يحفظك، ما بش ولا يمني عندك في أمريكا. يا ابني الله يحفظك، أنا جالس أشكم من أمس ولا قد حصلت يمني، قد أنا ميت من الجوع ولا قد أكلت أي شيء من أمس. طيب يابا اخرج من الشقة، صر لك سوبر ماركت ولا مطعم حاجة تاكلها مالك. وين أخرج؟ كلهم عج، لا بين أفهمهم ولا بيفهموني، يتحركوا من حقهم هذا الإنجليزي هذا. طيب يابا تعال مثلهم، أشر هذا تصرف. هيا أشر لك أشر، زعمنا ضالعي فوق باس، قد أنا ضابح من هذا أمريكا كله عملك اللي أعطيتني أمريكا. وذا أنا معي صاحبي هنا شافه ما واقول له يجي لعندك يعلمك ويزيد يدي لك. أنا أفتح لك يابا، لا تهم ولا حاجة. يلا مع السلامة. أبي هذا عصبي، خليني على رأس الأصيل. يا أصيل يا قلبي، كيف أنت؟ مرتاح بخير؟ أبي عندكم في أمريكا أشتك تسلا عند تعلم حقكم اللغة والهذا، ويا من عازت شلا للأكل، ورب الكعبة قد لي يوما بدون أكل. أنا أفدى لك يا أصيل، اخدمني. بسم الله. يا أصيل يا قلبي، كيف أنت؟ مرتاح بخير؟ أبي عندكم في أمريكا أشتك تسلا عند تعلم حقكم اللغة والهذا، ويا من عازت شلا للأكل، ورب الكعبة قد لي يوما بدون أكل. أنا أفدى لك يا أصيل، اخدمني. ابشر يا اخي عادل، ولا يهمك، رسل لي موقع وانا عشان اخلص الدوام واروح لعنده. ابشر حبيبي يا اصيل، اهم شي يكون خرجه، وهذا اصلا بيذبح واحده كذا داريها. انا افتالك ولا ادهم ولا انتم يا اخي عادل، خلاص رسل الموقع وانا جالس لعنده بالليل، اخلص دوامي واروح له. يا رجال احنا هكذا ما حد خلق متعلم، واحنا هكذا كل واحد يساعد الثاني بالغربه، بالذات اذا الغرفه الصغيره. امزح يا قلبي، اذا انا جاي ارسل لك الموقع بعد ما تكمل دوامك سله. مول هاي عمو ناصر حبيبي، عمو ناصر كيف انت يا عمو ناصر؟ حياك الله عمو ناصر، كيف عمو هدا مكنتني عمو، احنا في امريكا، من تعرفني؟ منين؟ الله المستعان يا عمو ناصر، يعني ما عرفتنيش؟ انا ابن حارتكم يا عمو ناصر. مش معقول اصيل؟ ايوه اصيل. يا مرحبا، ما شاء الله تغيرت كثير وكبرت يا اصيل. تفضل. اهلا وسهلا يا اصيل. اهلا يا ابني، تفضل. حياك الله يا عمو ناصر، كيفك يا عمو ناصر؟ الحمد لله، كيف حالك؟ والله الحمد لله يا عمو ناصر. وبعدين الله المستعان، ليش ما تكلمني انك دخلت امريكا؟ كنت باجي عندي يا عمو ناصر، احسن ما تبز لك هذا الشكب كله وحدك. هي مكنتني يا عمو، انا قد لي يومين من حين جيت امريكا، ووقفت عن جيت بين اخرج عندهم ما بين افهم ولا بيقولوا لي، ولا انا داري لا افهمهم ولا بيفهموني، بيتكلموا الانجليزي ولا انا فاهم ما بيقولوا. لا دهم يا عم ناصر، احنا دخلنا وما احنا فاهمين شيء، وعلى فكره الداري بي ما درست ولا رحت المدرسه، بس مع الممارسه والتعواد افهم لغتهم، هي بسيطه جدا. وقد كلمني ابنك عادل، قال اجي اكون افهمك بعض الكلمات الانجليزيه عشان كنت تروح تشتري لك اي حاجه. الله يحفظك ويبارك فيك، علمني علم، فهمني فهم. بعدها شوف يا ابني اصيل، لو احنا درسنا وتعلمنا ما كنتش بحاجتك، قصدي كنت اتفاهم بلغتهم واعرف ما بيتحاكوا ويفهموني وافهمهم. الله يحفظك يا عم ناصر، دمك عسل. شوفه كل جبت لك سندوتش وعصير وتفاح، كل انت شكلك جاوع. بارك الله فيك واحسن الله اليك. تمام، قد انا جاوع من امس. نبدا من هنا. ما معنى سندويش بالانجليزي؟ اذا كنت خرجت المطعم والله اطلب لي اي شيء، ما معناه بالانجليزي؟ سندويتش بالانجليزي معناه ساندويتش. وليش عاض المضمضه؟ ما نقول سندويش. والعصير اذا انا اشتري عصير ولا شيء
أقول عصير. عصير وارجع لك هي هكذا يا عم ناصر. الساندويتش معناه ساندويتش، والعصير جوس معناه ايش؟ جوس. جوس يا بي جوس. والماء ما معناه بالإنجليزي؟ الماء معناها وتر. واتر. الله يحفظك يا عم ناصر، دمك عسل والله. شوف يا عم ناصر، انا احاول اني افهمك الحاجات الاساسيه اللي تحتاجها في حياتك اليوميه. مثلا لو ما تخرج شي تقول لاي واحد كيف حالك، ايش تقول له؟ هاو ار يو. يعني ضروري المضمضة. يا عم ناصر دي لغتهم ما انا بعلمهم. الحين قول لي انت ما معنى كيف حالك بالانجليزي؟ هاو الكلمة اللي قلت لي قبل. هاو ار يو. هاو ار يو صح. ركز، هاو ار يو معناها كيف حالك. هاو ار يو نعم. حلو. طيب مثلا لو تجي تقول لاي واحد صباح الخير تقول له جود مورنينج، ومساء الخير جود افترنون. قد نسيت الأولات. الحين قل لي ما معناه كتاب. الله يا عم ناصر، ما نبعك لا عند الكتاب، انا بنحكنا حاجات الاساسيه اشتخلنا للكتاب. طيب معنى كتاب بوك. بك أو بغيرك شاعيش. يا مالك طننت وما عجبتكش. بك أمك لا تزعلهم. شوف يا عم ناصر، زي ما نبعت انا لا عند الكتاب ولا لا ندخل بالكتاب ولا نشتري الكتاب هذا، انا افعل واحده اقوى من حقك. قل لي ما معنى سطل. سطل باردي. يا سلام، يا الله فاجأتني، ما كنت متوقع انه باردي. عم ناصر بيني اقول لك ما معنى سطل بالانجليزي تقول لي باردي. أنت قلت معناه سطل بالإنجليزي، معنى باردي عندنا بلغتنا باردي. عندكم باردين مثلجين ما بش تفايات. اسمه يا عم ناصر بالانجليزي باكت. باكت دخان أو باكت ماء. ايش من دخان يا عم ناصر؟ معنى سطل بالانجليزي معناها باكت. الحين قل لي ما معناه نملة. ما دخلنا للنملة يا عم ناصر، ما نسيب النملة هذا الساعة. أنا جيت أعلمك الحاجات الأساسية اللي في حياتك اليومية. أنا حر. ما معناه نملة؟ معناها أنت. أنت خطير ونصغر ما بش أخضر منك. ما معناه نمر؟ ما دخلنا من النمر. خاطرك يا عم جلس ناصر، جلس خاطرك معلش جلس. خاطرك اجلس فهمني خلاص فهمني الله يبارك فيك. معناه نمر تايجر. تايجر لي بيتهم على طلعه والحمار. والله ما حمار لاني فلت عملي وجيت عندك. انا الحمار انا استاهل. معناه دونكي. تانكي حق الماء. قل لي ما معنى الكلب بالانجليزي؟ دق يا ملاطف دق. والحصان؟ هورس. صفوان صاحبي. والاسد؟ لاين. لا وين سايري هذا الساعة؟ يا عم ناصر الله يحفظك، خرجنا من حديقة الحيوانات هذه. تعبتني يا عم ناصر، بسر لي اي حاجة فهمك يستفيد بها في يومياتك. خلاص ابرد لك من هذا الحيوانات والهدر والدعي. قل لي ما معنى قطار؟ تران وفانيليا. الحين قل لي ما معنى سيارة؟ كار يا ما كار في قديم الزمان. والبيض ما معنى؟ اج والشاب. قل لي ما معنى كوفية؟ هات يا ابي هات. قد بتطافح فوقي يبرد لك من هذا ولا الحكام كلهن. بيتش طلعت خزرت قطنا طافح وحافظهم كلهن. جينا كلنا ما كان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احسن. تعبتني. بسم الله الرحمن الرحيم. اي واحد كيف حالك تقول له هاو ار يو. تقول له هاو ار يو. ما خايف. لا صغير كم ساعتين او نسيت. ليش عاد المطمئن؟ ايوه ليش عاد المطمئن؟ لا اتذكر. بس تقول لي ليش لازم؟ ليش عاد يعني لا. معنى كتاب بوك. ما يقول لي تعال يا الماء معناه وتر. ضحكة. حلو يا عم ناصر. هذه أقوى. الله هذه أقوى. حلو أنت مرتين.